قول لي يا اسطى، انت دلوقتي شايف مين من اللي مرشحين نفسهم لانتخابات رئاسة الجمهورية يصلح ان هو يعبر عنك وعن طلباتك؟ والله انا مش شايف اي حد يعني، بس لو في واحد يعني كويس هيحس بالشعب، حاسس بالشعب، هي دي اهم حاجة يعني في الموضوع كله. طيب ايه الحاجة اللي انت شايف ان مرشح رئاسة الجمهورية لازم يعملها لما يبقى رئيس للجمهورية؟ يعني اهم حاجة يريح الشعب ده طبعا، لان الشعب تعب يعني كتير قوي، وفي ناس من الطبقة الفاتحة دي خالص في الارض ما بتكسبش اليوم بيوم، ويمكن كمان ما بتكملوش. يعني في ناس برضه في الارض خالص، فلازم يحس بالناس دي، هي دي اهم حاجة. لو حس بالناس دي، الناس دي هتشتغل والبلد هتعلى وهيبقى كل حاجة حلوة. حتى كمان ممكن لو هنزرع هنا القمح عندنا، يبقى احنا مش هنحب هنستورد قمح ولا هنستورد حاجة خالص. وممكن قناة السويس تبقى بالجنيه المصري. تمام. شوف انت الجنيه بقى هيعمل كام دولار، مش الدولار بيعمل كام جنيه. تمام. انت زعلان ان الدولار اغلى من الجنيه؟ طبعا، لان كان الدولار الاول ب3.5 دولار. اقصد الجنيه المصري كان ب3.5 دولار. شوف انت دلوقتي بقى الدولار بقى بكام؟ ب6 جنيه مصري. طب انت شايف لما الجنيه يبقى قد الدولار او اغلى من الدولار ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في حاجات كتير. قناة السويس على الاقل الجنيه بتاعنا هيعلى. شوف انت بقى اما الجنيه بتاعك هيعلى بقى، الشعب بقى هيستريح اكتر برضه. طب انت شفت مثلا واحد زي حازم ابو اسماعيل وهو بيتكلم كمرشح لرئاسة الجمهورية، عجبك كلامه؟ لا انا ما سمعتوش بصراحة. طيب شفت واحد زي سليم العوا لما اتكلم كمرشح لرئاسة الجمهورية، عجبك كلامه؟ يعني انا شفته كده في قناة النهار اعتقد، بس على طول يعني ما تابعتوش. طب بالنسبة لواحد زي عمرو موسى لما سمعته، عجبك كلامه؟ والله يا عمرو موسى راجل فاهم البلد من اولها لاخرها يعني اتفضل. هو راجل فاهم البلد، فاكيد اول ما يستلم لازم يعمل حاجات كويسة للبلد. ليه؟ لان هيبقى كله باصص عليه، هو هيشوفوه ايه اللي بيعمله، وهيبقوا عارفين عنده قد ايه فلوس في البنك، عنده قد ايه، عنده عقارات ايه. لو الحاجة دي زادت خلاص يبقى انت كمان بتلعب. ولا انت شايف ايه حضرتك؟ يعني انا ضد عمرو موسى، لانه في الاول وفي الاخر كان وزير خارجية ايام الرئيس المخلوع، وهو يتحسب على النظام الفاسد باي شكل ايه من الاشكال. اللي خلعه؟ طيب هو ايه اللي خلعه؟ اللي خلع مين؟ حسني مبارك؟ لا عمرو موسى. عمرو موسى عمرو موسى ما اتخلعش. عمرو موسى اترقى من وزير خارجية لامين عام جامعة الدول العربية. ايوه. طيب هو كده اتخلع؟ ماشي. طيب بصرف النظر عن عمرو موسى، تعرف ايه مثلا او ايه رأيك في واحد زي حمدين صباحي كمرشح لرئاسة الجمهورية؟ والله انا كل اللي يهمني او كل اللي هيهم الشعب يعني ان واحد يمسك البلد، يمسكها من حديد، وفي نفس الوقت يحسس الشعب ان الشعب بيشتغل، المفروض بيديله يعني. ولا انت شايف ايه برضه؟ المفروض كده. المفروض فعلا. طيب انت يعني رأيك ايه في وزارة الداخلية؟ والله الداخلية من ساعة ما مسكها الوزير الجديد ده وهو عامل شغل حلو قوي، بس جاي في الاخر والاحباط طبعا بتاع الناس ريحهم تاني. احباط نتيجة ايه بقى؟
نتيجة الحاجات اللي بتحصل في البلد دي، زي مثلا الماتش، زي مش حاجات غريبة برضو بتحصل. انت تعرف ان وزير الداخلية قال ان انا ملناش دعوة باللي حصل في بورسعيد؟ ايوه سمعت البيان اللي قاله في مجلس الشعب. ايه رأيك في البيان ده؟ والله بيان كويس، بس في ناس من مجلس الشعب عقبت عليه، فطبعا عشان كده انا بقول لك الواحد كل ما يستوعب حاجة يلاقي حاجة تانية راحت مغيرة الدنيا كلها، فالواحد اهو صابر لحد ما هنشوف. انت رايك في مجلس الشعب؟ لا، مجلس الشعب زي الاولاني، اهم حاجة عندهم الكرسي بس. مش حاسس ان هو فرق خطوة لقدام؟ ايه هي الخطوة اللي قدام؟ ايه هي؟ لا انا بسألك انت حاجة. لا مفيش حاجة. طيب انت عندك برضو ناس اسلاميين، ناس محترمين، هم اللي اعضاء مجلس الشعب دلوقتي، ده ما فرقش معاك في حاجة؟ انا بقول لحضرتك الواحد صابر اما نشوف هيعملوا ايه، بس لحد دلوقتي ما عملوش حاجة. قالوا لك لجنة تخصص الحقائق ومش عارف ايه، فين هي لجنة تخصص الحقائق؟ برضه كله هيتنسي زي كل حاجة ما بتتنسي. تعرف ان دي مثلا اللجنة رقم 11 لتقصي الحقائق في مصر في اخر سنة؟ طيب فين بقى ال10 مثلا الاولانيين؟ فين رقم 1؟ مش هنقول ال10، مفيش حاجة. ايه الجديد؟ طب انت متوقع ايه او مستني ايه من مجلس الشعب ده؟ مستني ان مجلس الشعب برضو يبقى كلهم ايد واحدة، انما كله بيعض في كله يا استاذ، ما ينفعش، لازم يكونوا كلهم ايد واحدة. دي اهم حاجة، يبقوا كلهم ايد واحدة، كلهم هيبقوا قلبهم على قلب بعض، هيشتغل اللي هيشتغل من ناحيتي واللي هيشتغل من ناحيتي، هيحسسوا الشعب ان هم بيعملوا حاجة عشانهم، فبالتالي الشعب هياخد عزيمة وروح وهيشتغل وهيعمل برضو كل حاجة. انت ايه رأيك في الثورة عموما بقى؟ الثورة كويسة جدا. مش وحشة. حابب الثورة؟ ايه؟ حابب الثورة؟ طبعا. طب بالعكس ايه بقى؟ هي دلوقتي عشان في فوضى وهرجله وبتاع، فكله بيقول لك لا الثورة مش حلوة، بل بالعكس الثورة حلوة. ايه يعني لما نستحمل السنة دي او 2، بس بعد كده هتبقى في المستقبل حلوة عشان اولادنا، عشان الجيل الصغير اللي طالع. طب في ناس بتشتكي من الناس اللي في التحرير، يقول لك اللي في التحرير دول بلطجية وبيشربوا حشيش لا، اللي في التحرير دول مش بلطجية، اللي في التحرير دول ما لهمش ولا شغلة ولا مشغلة. هيعملوا ايه؟ اللي بيقف بيبيع شاي واللي بيقف مش عارف ايه، ما لهمش شغلة ولا مشغلة، مع ان وشكلهم وحش جدا. ميدان التحرير بقى بيئة بس. ادي بص، الواحد صابر لحد ما يمسكها رئيس جمهورية كويس، يحس بالشعب ويظبط الناس دي كلها، دي اهم حاجة. طيب في كلمة واحدة قول لي رأيك ايه في الاناركيين؟ ايه الاناركيين دول حضرتك؟ الاناركيين دول اللي هم بيتقال عليهم العالم الصيع، اللي بيعملوا شغب في المظاهرات وبيعملوا اعمال بلطجة، وهم اللي بيحرقوا المباني، حرقوا المجمع العلمي، حرقوا مقر دي الناس حضرتك بقى ما تفهمش، ممكن الناس دي تبقى من الناس اللي كانت ماسكه الاول مثلا بالفلوس، كل ده شغال يعملوا قلق بتاع مش عارف يحرقوا، هم برضو مش عايزين الثورة تنجح يعني. طيب في كلمة واحدة قول لي رأيك ايه في الليبراليين؟ كويسين مش وحشين برضو. طيب في كلمة واحدة قول لي رأيك ايه في الشيوعيين؟ الشيوعيين من زمان واحنا عارفين ان ايه الشيوعي ده، ما
شيوع يعني غير الناس كلها. يعني ايه شيوع غير الناس كلها؟ باربع رجلين يعني. لا مش فاهمني انت، يعني اقصد ايه دماغه واخده شمال كده غير الناس يعني. ومناسبة الدماغ، أيوة. ايه احلى دماغ في الدنيا الواحد ممكن يعملها؟ بمعنى ايه؟ يعني الواحد لما يحب يعمل دماغ يعمل ايه؟ هو مفيش غير سيجارتين الحشيش هم احسن حاجة اذا كنت هتعمل دماغ. تمام. انما مش هتعمل عادي بقى، اشرب مية ساقعة برضه حلو. طيب انت يعني بتحسب نفسك منتمي لاي تيار فكري؟ لا انا مش منتمي لاي تيار فكري. ازاي يعني مش منتمي؟ انت عايش ازاي طيب؟ لا يعني اقصد زي ما تقول كده ايه، هم مسمينا حزب كنبة. فاهم انت ازاي؟ عشان ايه؟ ما بنتكلمش واحد صابر وبتاع يعني وكده. عشان كده. انت نزلت في الثورة وشاركت في المظاهرات؟ نزلت في الثورة مش يوم 25. امال نزلت يوم 28. عملت ايه بقى؟ عشت معاهم شوية بس كنت اروح ويعني فاهم انت ما كنتش بابات هناك يعني. تمام. اخر سؤال، لو انت ليك طلب واحد بس هتطلبه من رئيس الجمهورية تطلب منه ايه؟ طلب واحد وطلب شخصي وطلب يهمك قوي، تطلب منه ايه؟ بالنسبة لي انا ولا ايوه بالنسبة لك انت اسمك ايه؟ عبده. بالنسبة لك انت يا استاذ عبده. يعني اطلب منه ان هو يبقى انسان عادل مع الناس كلها، والواحد يتمنى ايه بقى غير ان يلاقي شقة مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ايوه انت يعني انت نفسك في شقة؟ طبعا. انت ساكن بالايجار دلوقتي؟ انا ساكن مع والدتي، انما لما اجي اتجوز بقى هسكن فين؟ انت لسه ما اتجوزتش؟ لا مع اني عندي 40 سنة. يا راجل. والله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني ربنا يسهل يعني. تمام. يعني لو هتطلب منه تطلب منه شقة. شقة طبعا. يعني هو الواحد طالب ايه غير انه هيعيش كويس زي الناس مش اكتر. تمام 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 تمام. شكرا يا ريس على الحوار الجميل ده وربنا يوفقك كده وتبقى احسن سواق تاكسي في العالم كله ومش في مصر بس. يا رب ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا.